السلام عليكم، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. استغفر الله كده في التعليقات وصلي على الحبيب قلبك يطيب. عملنا مع بعض أصحابي الآيس كريم الاقتصادي، وما شاء الله مشاهدات حلوة وآلاف التجارب الناجحة بإذن الله. النهاردة بقى هنعمل آيس كريم اقتصادي. ناس كتير ما بيبقاش عندها الحليب، فالنهاردة هنعمله بالمية بدون كريمة سايلة ولا حليب مكثف محلى، كله بالمية بس، ومفهوش كمان شوكولاتة، وقوامه كريمي ومفهوش تجريش التلج. بس لو كنت أول مرة بتشرفونا اشتركوا وفعلوا الجرس واكتبوا لنا كومنت حلو عشان نرحب بيكم، وأكيد دعمكم هيفرحنا. خلونا نسمي بسم الله ونبدأ الفيديو. سمينا بسم الله أصحابي. هنبدأ بالأساس بتاع الآيس كريم. حطيت كوب من السكر ونص كوب من الكاكاو، واستخدموا كاكاو خام ويكون نوعية جيدة عشان هو ده اللي هيأثر على طعم الآيس كريم. وهنزل باتنين كوب قلبناهم مع بعض، 2 كوب ماء حار، وينفع ماء بارد، بس الماء الساخن أو الماء الحار هيخلي السكر والكاكاو يندمجوا ويدوبوا بسرعة عشان ما تقعديش تتعبي ايدك في التقليب. هننزل بالكوب التاني. انا اخدت المية مثل ما انتوا شايفين من الكاتل مباشرة، او تحريها تسخنيها يعني على الغاز، براحتكم، كل واحد حسب الطريقة الاسهل له. بندمج كل المكونات زي ما انتوا شايفين، الكاكاو مع السكر. ولو انتوا هتستخدموا كريمة فيها سكر، كريم شانتيه اللي احنا هنكمل بيها الوصفة، اللي هي الكريمة البودر، ممكن تقللوا السكر لنص كوب. اضفت رشة فانيلا وهبدأ ارفع المكونات على الغاز. اوكي، هوريكم كل المراحل عشان تنجح معاكم الوصفة. اول ما بيبدأ بالغليان لازم تبقي واقفة جنبه وتهدي النار تبقى هادية عشان ما يشطش ولا يفور منك ويتكب. بنبدأ كل شوية بنحرك حتى الخليط اللي معانا ده يبدأ يتكثف ويتبخر ويقل إلى النص. يعني احنا حطينا الكوبايتين يوصلوا لكوب زي ما انتوا شايفين كده. اداني صوص شوكولاتة تحفة. طبعا هو لسه ساخن، والقوام زي ما انتوا شايفين ممتاز. كل ما هيبرد كل ما هيبدأ القوام بتاعه يبقى سميك زي ما انتوا شايفين. وطبعا لون الكاكاو بيفرق، لو غامق هيديكي صوص غامق، لو الكاكاو لونه فاتح هيديكي لون فاتح. فلو انتوا بقى مش مهتمين باللون استخدموا اي كاكاو متوفر عندكم، بس يكون طعمه حلو. شايفين قوامه وهو لسه ساخن. كل ما هيبرد ان شاء الله قوامه هيبقى ممتاز ما شاء الله. لازم ننزل كل المكونات ونحطها في طبق عشان يبرد بسرعة، لان مش هينفع نكمل الخطوات وهو ساخن يعني. هنا انا المرة الماضية استخدمت الكريمة النباتي السايلة، ناس كتير بتقول مش متوفرة، فالنهاردة استخدمنا كريم شانتيه اللي موجود في السوبر ماركت، دريم ويب او اي ماركة انتوا بتحبوا تستخدموها. هنستخدم الاربع مغلفات اللي هم بيبقوا في العلبة هادي. وهستخدم زي ما انتوا شايفين ماء مثلج. ماء مثلج يعني ماء لازم يكون فيه قطع من التلج. طبعا هنا المفروض ان كل مغلف بياخد نص كوب من المية او الحليب. انا هضيف طبعا انا اضفت الرابع بس التليفون كان فصل مني. انا هنا مش هضيف يعني هنا المفروض 4 مغلفات ياخدوا كوب ونص ل2 كوب الا ربع من المية. كريم شانتيه بتاع السوبر ماركت تماسكه مش بيبقى عالي، فلو حطينا نسبة المية او الحليب هيبقى خفيف معاكي، وبعد كده الايس كريم مش هيتماسك معاكي. فعشان نستخدم كريم شانتيه البودر بتاع السوبر ماركت لازم نقلل نسبة المادة السائلة، سواء هتستخدمي حليب او هتستخدمي مية. يعني ال4 مغلفات حطينا لهم كوب واحد فقط عشان يديني تماسك، عكس الكريم شانتيه بتاع خامات الحلواني بنضيف للكوب اللي هو ما يعادل 200 جرام كوباية من الحليب البارد أو المية الباردة. طبعا أصحابي الفرق ما بين الكريم شانتيه البودر ده لما بنخفقه ما بيديناش كمية كبيرة. لو أنا أخدت كوبايتين من الكريمة السائلة النباتي هيديني 3 أضعاف الكريمة دي لما نخفقها. لو خدت الكريم شانتيه بتاع الحلواني الخام لما تخفقيها هيديكي ضعفين ل3 أضعاف الكريم شانتيه. فهو ده الفرق، والفرق في السعر مش كبير. فبس انا حبيت اشتغل النهارده بالكريم شانتيه اللي موجود في السوبر ماركت، عشان ده في ناس كتيرة بتقول مش متوفر عندي لا بتاع الحلواني ولا الكريمة النباتي السايلة. فده بيفرق ان احنا لما نطبق الوصفة بالكريم شانتيه بتاع السوبر ماركت مش هيدينا كمية كبيرة، عكس لو انا استخدمت النباتي هيديني مثلا
يعني بدل ما هيديني علبة واحدة ايس كريم حوالي كيلو، هيديني لا 2 كيلو ممكن ايس كريم. فده الحاجات دي بتفرق يعني. زي ما انتوا شايفين خفقنا حتى تماسكت. لازم صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه يبقى بارد تماما، لو حطيتيه حتى دافي هيروح مسيح الكريمة وهتبقى مية وهتفشل منك الوصفة. الملاحظات الصغيرة هذه هي نجاح الوصفة فيها. ناس كتير بتجري تمسك الفيديو في أوله وتاخد المقادير وتجري، وبعدين تروح تطبق الوصفة وهي ما شافتش الفيديو كامل، والوصفة تفشل منها وترجع تقولك المشكلة في الوصفة. لا، المشكلة بيبقى في ان المتابع مش معندوش صبر ان هو يتفرج على الفيديو. يعني على الرغم ان الفيديو بيبقى واخد اكتر من 30 دقيقة، وانا ببقى مسرعاه لحد ما نوصل ل8 دقايق مثلا يعني. فلو سمحتوا ما تجروش الفيديو وشوفوا، لان الملاحظات الصغيرة دي هي اللي بتنجح معاكم الوصفة. هنا اصحابي اهو زي ما انتوا شايفين، بعد ما اضفت صوص الشوكولاتة هبدأ ندمجه كويس جدا، ومش هنخفق كتير، بس حتى مجرد ان هو احس ان مفيش عندي كريم شانتيه من تحت وكل اللون موحد، ما يبقاش حتة غامقة وحتة فاتحة. زي ما انتوا شايفين القوام كده ممتاز. هنجيب اي علب بلاستيكية او زجاجية حسب المتوفر عندك، وهننزل الايس كريم. طيب الايس كريم لازم نغطيه عشان ما يعملش كريستالات تلج زي ما انتوا شايفين، لان لو سبتيه كده بدون غطاء طبعا ممكن يعمل كريستالات تلج، وده اكيد يعني. لازم نغطيه اصحابي وندخله الفريزر. محدش ينفع يقول لي الايس كريم ياخد 5 ساعات و6 ساعات، لازم يوم كامل، ولو خليتيه يوم ونص هيبقى افضل طبعا. هنا بس بتأكد ان ما عنديش اي فقاعات هواء ولا اي حاجة من قلب الايس كريم. زي ما انتوا شايفين ممتاز، القوام تحفة. وهغطيه بقى بالبلاستيك راب، ولازم ادخله الفريزر ليلة كاملة. يعني تعمليه من اليوم، تاني يوم بقى في نفس الميعاد تبدأي تقدميه. هدخله في الفريزر ونرجع نشوف الخطوة التانية. هنا اصحابي انا خليته يوم ونص كمان، مش يوم واحد، يوم ونص، لان انا هنا ما عنديش دسم كتير عشان الايس كريم يتماسك وياخد وقته في التبريد. طبعا بنسيبه يهدى سن عشان نقدر نقدمه يعني. زي ما انتوا شايفين القوام كريمي، مفهوش تجريش التلج ولا فيه اي حاجة. التزموا بالمقادير وما تزوديش كمية المية عشان ما تعملكيش كريستالات التلج. اهو زي ما انتوا شايفين اصحابي ريحته بقى ما شاء الله تبارك الرحمن كانت رهيبة. اهو شايفين القوام كريمي تحفة ما شاء الله تبارك الرحمن. وطعمه كان جدا لذيذ الايس كريم ده، عشان ما فيهوش اي كريمة سايلة ولا حليب مكثف محلى ولا حليب بودر ولا اي حاجة. لازم تختاروا نوعية الكاكاو تكون جيدة، ولازم تكثفي صوص الشوكولاتة حتى نوصل للقوام عشان ما يعمل لناش تجريش التلج. اهو شايفين القوام ما شاء الله تبارك الرحمن تحفة. ان شاء الله هتجربوه، وهكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. ما تبخلوش علينا باللايكات والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم.